أردوغان اللي احنا عرضنا له امبارح فيديو بيظهر وهو بيضع إكليل زهور على ضحايا المحرقة إرضاء وقربانا لسادته في تل أبيب. هذا أردوغان يعني المشهد هم بنكرره اللي يعني راح يحصل على بركة السلطات المحتلة في إسرائيل، هو نفسه اللي النهاردة طلع بأغرب وأعجب تصريح يعني ممكن تسمعه من قيادي زي ده. واضح انه يعني تأثيرات التنظيم الدولي ما كانتش بس فرضة يعني على مرسي، لكنها ايضا يعني تفرض حتى على قيادات منتمية الى الحضارة الغربية والى المجتمعات الغربية زي أردوغان، لما يطلع النهارده يقول انه عنده معلومات ان إسرائيل شاركت في المؤامرة على الدكتور مرسي. طب انا عايزك تديني سبب واحد يعني. ده ترتيبات تخص أمن إسرائيل كانت على أعلى مستوى، ترتيبات تخص وقف إطلاق النار يعني تم ترتيب في المقاومة، خطابات عفيف سرا وعلنا في دولة إسرائيل. إيه السبب يعني إنه يحصل كده؟ طبعا هذه الهرتلة في الحقيقة هدفها أيضا التأثير على الداخل في مصر. يعني يمكن إسرائيل نفسها عارفة إنه ده كذب، والمجتمع الدولي اللي عارف إنه ده كذب، وأمريكا والCIA اللي بتحرك دلوقتي الحرب علينا عارفة أيضا إن ده كذب. لكن طبعا أردوغان عارف إن ده ممكن يعني يغازل قيادات التنظيم الدولي، أو إنه هو يديهم مادة خصبة جديدة لمزيد من الضغوط اللي بيفرضها على الجيش المصري. ولكن بمشيئة الله إن الله غالب على أمره. طبعا عجبني بقى جدا، ودي من أقوى التصريحات الحقيقة، أو تاني أقوى التصريحات لأحمد المسلماني، لأن المسلماني الحقيقة رد على الاثنين أعضاء الكونجرس اللي كان على رأسهم ماكين رد بالغ لما وصف التصريحات بأنها تصريحات خرقاء فض. النهارده رد الحقيقة بليغ جدا وقوي جدا وحاسم جدا، وهو من أقوى ردود اللي خرجت الحقيقة من الإدارة المصرية على أردوغان، اللي قال له فيها إنه مصر لا تقبل أي كلام من عملاء للغرب. احنا عارفين قيمة الناس اللي موجودين في المنطقة، وعارفين كويس جدا أردوغان بيحكم وفق إيه. أردوغان اللي طائرات التركية بتضرب كردستان التركية كل يوم، وبتضرب كردستان التركية، وحتى بتطاردهم حتى الحدود السورية أو العراقية، يعني بتطارد الأكراد لحد وهم داخلين هربانين من الطيران التركي داخلين الحدود السورية والعراقية. أردوغان ودولة تركيا هي رأس حلف الناتو في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، وهي التي يدار منها قاعدة إنجريلك الأمريكية اللي موجودة على الأراضي التركية. هي واحدة من أشهر وأهم ليس فقط المراكز العسكرية للناتو، ولكن أيضا هي من أهم مراكز الاستخبارات الأمريكية في العالم. وشوفوا كده حتى السينما الأمريكية مش هتلاقي فيلم يعني أحاججك فيلم شهير في كلام حوالين أعمال استخباراتية إلا لازم يكون في مشهد أو اتنين في اسطنبول. لازم يكون مشهد أو اتنين في اسطنبول. يعني لا يتحدث العملاء أبدا على الوطنية وعلى الشرف. مش عايز بقى نرجع إلى مأساة الأرمن. يعني خلينا بقى نكون يعني لو هنفتق، يعني دي مثلا صور من مذبحة كبيرة جرت يعني ضد الأرمن، كانوا بيقطعوا رؤوسهم وبيعلقوها على العصيان في القرى في أرمينيا في مذبحة شهيرة. هذه المذبحة هي التي تمنع حتى الآن تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي. شايفين عاملين إيه في الأرمن؟ يعني اللي بيته من إزاز بصراحة في المجتمع الدولي ما يحدفش الناس بالطوب، واللي عميل أصلا وبيحارب حروب بالوكالة لصالح المخابرات الأمريكية أصلا، والذي لا يمكن له أبدا أن يضمن استقراره إلا بضمان استقرار أمن إسرائيل أصلا، ما يقدرش يتكلم عن قيادة وطنية الآن وشعب وطني يحب بلاده ويرفض مخططات التقسيم ويتحدى الهيمنة الأمريكية ويسقطها هنا
في القاهرة بفضل الله تعالى كما أسقطنا الاستعمار من قبل. وحي الحقيقة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد المسلماني على هذا الرد البليغ وتوصيفه الدقيق لأردوغان بأنه يعني عميل ووكيل للغرب. ودي حاجة الحقيقة لم يخطئ فيها المسلماني ولم يضل الطريق. والحقيقة رغم أنه مجلس الوزراء أصدر بيان يمكن هادئ يعني شوية، لكن الحقيقة رد المسلماني يشفي من النوع اللي بيشفي صدور قوم مؤمنين. يعني مجلس الوزراء طلع بيان قال ان هو بيتابع باستغراب شديد ما نسب من تصريحات الى رئيس الوزراء التركي، والتي ذكر فيها ان لديه ادله تؤكد تورط اسرائيل في الاحداث التي تشهدها مصر. طبعا اكيد متورطه في مقتل جنودنا في سيناء، واكيد متورطه في دعم الارهابيين بالسلاح، يعني ان كان هذا ما يقصده. وقال ان المجلس الوزراء هذه التصريحات لا اساس لها من الصحه ولا يقبلها اي عاقل او منصف، والهدف منها ضرب وحده المصريين. رغم طبعا تقديري بيان مجلس الوزراء، الا اني انا افضل الطريقه اللي تعامل بها المسلماني مع هذا الامر، ان احنا مش محتاجين ابدا يا جماعه ندافع عن نفسنا مطلقا. يعني مفيش اي مبرر ان احنا ندافع عن نفسنا ونقول ايه هذه تصريحات غير منصفه، انها غير دقيقه، ان هذه معلومات مغلوطه. لا 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 لا, لا. خير وسيله للدفاع الان هي الهجوم. وبالتالي المسلماني كان دقيق جدا، واعتقد انه تصريح المسلماني سيكون يعني في صداره الصحافه التركيه بكره الصبح، لانه هو بيصف الحقيقه انه ده عميل، ان دي حرب بالوكاله لصالح المخابرات الامريكيه. ودي مساله صارت مفهومه للكل، على يعني ما فيش حد ما بقاش فاهمها على الاطلاق. طيب